السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي الأعزاء في فقرة ينبوع الواحة. موضوع اليوم هو التفكير الإبداعي، والذي هو أن نفكر بطريقة جديدة ومختلفة، وهو أن نبحث عن حلول ذكية للمشكلات، أو أن نستخدم الخيال لنخترع شيئا جديدا. فالطفل المبدع لا يكرر ما يقوله للآخرين فقط، بل يحاول أن يضيف أفكار من عنده. والله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان عقلا، والعقل مثل المصباح، إذا اهتممنا به أضاء. وإذا أردنا أن نكون مبدعين علينا أن نقرأ، وعلينا أن نسأل كثيرا، كما علينا أن نلاحظ ما حولنا، وعلينا أيضا ألا نخاف من الخطأ، فكل خطأ يعلمنا شيئا جديدا. التفكير الإبداعي مفتاح النجاح في الحياة. فلنحرص جميعا على أن نكون مفكرين ومبدعين دائما، كما أن اللعب يساعدنا على تنمية خيالنا، وهو جزء من الإبداع. ففي كل مرة نبني شيئا جديدا من المكعبات أو نرسم صورة. نحن نفكر بطريقة مميزة ومبدعة ومفيدة، التفكير الإبداعي يجعل حياتنا أجمل، ويجعلنا نرى العالم بعيون مختلفة ومليئة بالأمل. هكذا وصلنا نهاية فقرتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن مدينة مصوع الساحلية كانت أول هجرة للصحابة، حيث جاء فيها سيدنا جعفر بن أبي طالب مع عدد كبير من الصحابة، وقابلوا فيها النجاشي. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حكايات جحا. عنوان حلقتنا هي ذكاء خارق. كثير من الأشياء تحتاج إلى التعرف عليها في هذه الحياة أو حل مشكلتها، وذلك بقليل من التفكير الصحيح وبمعرفة القرائن التي تقترن بها. ولكن جحا كان على غير ذلك، وذلك لأن منطقه في الحياة هو أن يصعب على نفسه السهل، في حين أن المشاكل الصعبة كان يجد لها حلا سريعا. ومن المسائل السهلة التي صعبها جحا على نفسه أن رجلا جاءه وفي يده بيضة وقال له: إذا عرفت ما بيدي أعمل لك منه وجبة لذيذة. فقال له جحا: صف لي شكله ولونه. فقال الرجل: هو بيضاوي الشكل، فخارجه أبيض وداخله أصفر. فقال له جحا: لقد عرفته، إنه لفت، فرغوا داخله
وحشوه جزرا. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف اللام. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق. لا لا. بالضمة. تنطق. لو لو. بالكسرة. تنطق. لي لي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذه الصورة يا أصدقاء؟ ليمون. وماذا عن هذه؟ لعبة. وماذا عن هذا؟ لسان. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ عند ليلى لعبة جميلة أطلقت عليها اسم لولو. ألبستها ثوبا لونه أصفر كالليمون وعقدا من اللؤلؤ، فصارت ليلى تصفق فرحة بلعبتها. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي الكرام. كما شاهدنا كان هذا حرف الميم، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد، ألا وهو حرف اللام. لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان يبدأ بحرف الميم. تفضل يا علي. ماعز. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم ذكر أو مؤنث يبدأ بحرف الميم. تفضل يا محمد. محمد. محمد صحيح. وأنت يا علي، هل لديك إجابة أخرى؟ أجل. تفضل. مريم. أحسنتما، إجاباتكما صحيحة. السؤال الثالث: أريد منكما أن تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف الميم. تفضل يا محمد. مفتاح. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ نعم. تفضل. ممحاء. أحسنت، إجابتكما صحيحة. السؤال الرابع: أريد منكما أن تعطياني اسم بلاد أو مدينة تبدأ بحرف الميم. تفضل يا محمد. مكة. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ نعم. تفضل. مصر. أحسنت، إجابتكما صحيحة. لننتقل إلى السؤال الأخير: أريد منكما أن تعطياني اسم نبات يبدأ بحرف الميم. تفضل يا علي. موز. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. ملوخية. أحسنت، إجابة صحيحة. وإلى هنا يا أصدقائي الكرام تنتهي فقرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، فلنستمع
إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما اشتاق يوسف إلى يعقوب، وكيف لا يشتاق إليه وقد طال الفراق، ولماذا يصبر الآن وقد ظهر السر، وكيف يطيب له الشراب والطعام وأبوه لا يطيب له لا شراب ولا طعام ولا منام. قد انكشف السر وقد ظهر السر، وأراد الله أن تقر عين يعقوب، وكان يعقوب قد عمي من كثرة البكاء والحزن، فقال يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما سار الرجال بقميص يوسف إلى كنعان أحس يعقوب برائحة يوسف وقال: إني لأجد ريح يوسف. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما وصل يعقوب إلى مصر استقبله يوسف، ولا تسأل عن فرحهما وسرورهما. وكان يوما مشهودا في مصر، وكان يوما مباركا. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وحمد يوسف الله حمدا كثيرا طيبا، وشكر يوسف على ذلك شكرا عظيما. وبقي يعقوب وآل يعقوب في مصر لزمن طويل، ومات هو وزوجه في مصر. هذا ما ستعرفونه في الحلقة القادمة. السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكمة جديدة. وعنوان حكمتنا لهذا اليوم هو: الأصدقاء الصالحون هم كنز الحياة. والآن فلنستمع إلى آراء أصدقائنا، ونبدأ مع صديقنا عبد الوهاب. تفضل يا عبد الوهاب. أنا كرأيي لو كان عندك أصدقاء كويسين يودوك إلى طريق الجنة. لو كان عندك أصدقاء السوء يودوك إلى طريق النار. أحسنت يا عبد الوهاب، بارك الله فيك. والآن مع رأي صديقنا علي. تفضل يا علي. لما يكون عندك صاحب تشوف أعماله، وكمان في حديث بيقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الخليل يعني إنه صاحب، فإنك تشوف صاحبك هل هو بيقول لك تعال نلعب كورة ويكون الأذان بيأذن مثلا هو إذا قال لك تعال نصلي، اعرف إنه هو صاحب خير، والصاحب دائما ساحب. جزيت خيرا يا علي. والآن مع رأي صديقنا محمد. تفضل. اللي فهمته من هذه الحكمة إنه مثلا أنت تبغى تروح مثلا للصلاة، بعدين فجأة قاعد تشوف صاحبك يعني اللي مرة تحبه يقول لك تعال معانا مثلا نلعب، بعدين تقول له لا أنا لازم أروح الصلاة، بعدين يقول لك إنه يعني أنت اللي تخلينا، أنت المفروض ما تكون مع هذه الأشكال، المفروض تكون مع الناس اللي يسحبوك للصلاة، مو اللي يمنعوك من الصلاة.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. أصدقائنا الأعزاء، كانت هذه آراء أصدقائنا، وأتمنى أنكم استمعتم إليها واستفدتم منها، وعلى لقاء آخر. إلى اللقاء. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. ثلاث سفن يا سليمان يلقى أوغلو عبرت إلى الجهة السفلى. ماذا كنت ستفعل لو جاءت أساطيل؟ لقد أطمعت الروم فينا. الريح الجنوبية. الريح الجنوبية. هل تعرف كم خسرنا بسبب ذلك؟ كانت القسطنطينية على وشك الاستسلام، ها قد ارتفعت معنوياتهم. بفضلك أنت سيستطيعون الصمود. منذ الآن سيتولى حمزة باشا إمارة البحر. لا يدخلنك عجب تخسر وتخذل. لا أريد أي أخطاء في المستقبل. أما مهمتك الأولى فهي إيجاد طريق إلى السفن الثلاث المختبئة خلف هذه السلاسل، والوصول إليها وإحراقها. لدي فكرة تحتاج إلى الهمة والشجاعة وجهد غير عادي. من يملك هذا الجهد؟ سيدي. وأعلمكم في البداية أنها طريقة مبتكرة لم يسبق لأحد استخدامها. عبور الخليج صعب، إذن يجب علينا أن ندخل الخليج من الجهة الأخرى. اسمعوني، الوقت ليس في صالحنا، ولن أعطي العدو فرصة أخرى لالتقاط أنفاسه. حمزة باشا، عليكم بالاستعداد منذ الآن، وتوكلوا على الله وثقوا أن الله معكم. وضع السلطان محمد خطة سجلها له التاريخ، استطاع بها أن يشق ممرا فوق الجبل، وأن يجر سفنه في هذا الممر فوق ألواح الخشب التي طليت بالزيت، فلم يعد للسلاسل المعدنية التي قطعت الخليج أي أثر، فقد تجاوزتها سفن السلطان محمد. مهما اشتد الظلم علينا لن نفقد أملا بالله، مهما ذقنا أو قاسينا ليس لنا عون إلا. مهما اشتد الظلم علينا لن نفقد أملا بالله، مهما ذقنا أو قاسينا ليس لنا عون إلا. الله 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 الله. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء مع فقرة لغز اليوم. أما إجابة لغز الماضي فكانت الضوء، وكانت إجاباتكم صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم، شيء له عين ولكن لا يرى بها، ونستخدمه للحياكة. أرسلوا لنا أجوبتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب ولا طعام خرات على خير. الحين بيحط ذي كواليس كمان. شوف والله العظيم ألقى نفسي بعدين في الكواليس. ولا تسأل عن فرحهما وسور هذا ما ستعرفونه في الحلقة القادمة. يا خشفيك يا حبيبي الحلقة القادمة قادمة ولا قاعد